السلام عليكم. ودائما في إطار الوجبات الصحية والسهلة في التحضير. هادو 5 الأفكار ديال العشاء بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش ياكلوا الخبز بالليل أو دايرين الحمية. اليوم غنقدم لكم هاد 5 الأفكار، 5 الوجبات بدون دقيق. تبعوا معايا الوصفات، راه زوينين بزاف وكنتمنى يعجبوكم. بالنسبة للوصفة الأولى، كويرات تاع الجلبانة غير بجوج مكونات، سهلة التحضير والمكونات عندكم كاملين. الوصفة الثانية بيتزا ديال اللوز، حتى هي سهلة التحضير. هاد الوصفة الثالثة هي الصوبة ديال الملفوف الأحمر البنفسجي، وغندوي لكم على الفوائد ديال الملفوف الأحمر البنفسجي اللي ضروري خاصكم تدخلوه في التغذية ديالكم. والوصفة الرابعة اللي هي عبارة عن كريب ديال البطاطا، هي سهلة التحضير كدار في الفران. والوصفة الخامسة اللي هي عبارة عن فطائر، هي غنية بالبروتينات والمعادن كطيب غير في المقلاة. نبداو على بركة الله. الوصفة الأولى اللي هي عبارة عن كويرات ديال الجلبانة، كيف ما قلت لكم كيجيو لذاذ بزاف ومزيانين في هذا البرد. عارفه هاد ماشي بقيت جلبانه، ولكن كاينه جلبانه اللي كتباع كونجيلي يعني في مجمده، ولا كتكون عندكم نتوما مجمده. كناخذوا الجلبانه اللي كتكون مجمده، هنا شديتها فورتها، نتوما الا بغيتو تسلقوها سلقوها، انا دائما كنعتمد على داكشي الصحي. فورتها من بعد غنطحنها حتى غتولي بحال الكريم. وبلا ما نعاود لكم على الفوائد ديال الجلبانه اللي هي غنيه بالبروتينات وفيها الالياف ومهمه بزاف في انقاص الوزن. هنايا خديت الشوفان عندي انايا هذاك اللي بلا جلوتين. نتوما ديروا اي نوع دقيق، اي ما شوفان اي ما الروز، دقيق ديال الرز. تديروا الرز طحنوه على شكل دقيق وتجمعوا به من بعد غنكتب لكم المقادير، وتجمعوا به الجلبانه الخليط. صافي هادشي اللي فيها، ما فيها حتى شي حاجه، ما غادي حتى شي اضافات اخرين. غنخلي لكم مقادير بالضبط بشحال. من بعد غناخذ مقيله غندير فيها شويه زيت البلديه وبصله، غنشحرهم وغنزيد عليهم لي طوماط سوريز. هنايا عندي ملونين صفرين والحمرين. لما كانش عندكم طوماط سوريز تعديو غير بالمطيشه العاديه، تقطعوها طريفات صافي. وغديروا شويه مليحه وشويه البزار على حسب الذوق. من بعد غناخذ خليته يرتاح بعدا شويه هذاك الخليط، غناخذه باش غيساعدني في التكوار. غنولي ندهن يديا بشويه الماء وغنديرو على شكل كويرات الحجم اللي بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار، الحجم اللي بغيتو. المهم الطريقه ديال الماء باش كندير كتساعدك في التكوار باش ما كيلصقش لك في يديك. كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوا الشوفان بالدقيق ديال الروز او الدقيق ديال هذا البشنه، اي دقيق عندكم. المهم خاصها تخلط بشي حاجه ناشفه. هنايا سخنت الماء، طيبت الماء وغنسلقها فيه. مده السلق ملي غتشوفوا هذوك الكويرات طلعوا الفوق كيف ما كتلاحظوا هكا، عرفوا راه صافي راه طابوا شويه وكيدغيا، حيت الجلبانه طيبه دغيا كيتسلقوا صافي. هذه هي الوصفه. ملي كيتسلقوا كنزيدهم على هذيك لاصوص اللي طيبت، وكتكون الوصفه واجده. نتوما كنخليهم واحد 10 دقائق يطيبوا شويه في داك لاصوص. هنايا هو موجود صافي طابوا. ومن بعد كنقدمهم، ملي كنقدمهم كندير عليهم شويه البارميزون من الفوق، اي فروماج عندكم، ولا تقدروا تاكلوهم هكاك بصحه وراحه، كتجي لذيذه وصحيه. جربوها العشاء. بالنسبه للفكره الثانيه اللي هي بيتزا، هاد البيتزا حتى هي كتجي لذيذه وكتشبع. هاد الوصفات كلهم اللي غنقدمهم لكم كلهم كيشبعوا، لانهم فيهم بروتينات. اي وصفات صحيين كيكونوا كيشبعوا. هنايا خديت اللوز طحنته. انا عندي داك اللي بلا قشور، تقدروا حتى داك اللي بالقشور عادي، داك اللوز الخضر، اللوز عادي كتشديه كطحنيه. كديري هذاك الكاس كتعبريه كويس، راه ماشي بزاف، غتكون شي 60 غرام ديال اللوز. ملي طحنته زدت عليه بيضه، وزدت عليه معلقه صغيره ديال الخميره مسوحه، تكون مسوحه، وشويه ديال الملح وهذاك الزعتر، شويه الزعتر. تقدروا تضيفوا اي حاجه صافي. هنايا خلطت هاد البيتزا لشخص واحد، انا كتجي صغيره ولكن كتشبع.
نخليها كنغطيها وكنخليها ترتاح شي شويه، واحد 10 دقائق. من بعد صافي كنسخن الفران على 180 درجه، ندير شي مول بحال هكا صغير، وكنبسطها. خاص حتى هنايا بدات كتلصق ليا، كتدهني ديري شويه يدك في الماء وكتبسطيها، كتجي ساهله الطريقه. بغيتي تخليها غليظه كتخليها، بغيتي ديريها رقيقه كديريها. صافي ملي كيسخن الفران على 180 درجه كندخلها للفران واحد شويه 5 دقائق بحال هكاك، حتى كتشد في راسها، كتحمر غير شويه من الفوق. ومن بعد كنخرجها نضيف لها الاضافات اللي بغيتي. هنايا غنضيف عليها، غندير شويه لاصوص ديال مطيشه، وغندير شي شويه ديال الخضره عندي ديجا دايراها، عندي موجداها انايا شويه القرعه والدنجال كتشاوياهم وزدتهم من الفوق. نتوما ضيفوا اي حاجه بغيتو ديروها بالطون، بغيتو ديروها باي حاجه، راكم عارفين البيتزا فيها بزاف الاشكال والانواع. وهنايا كان الاختيار ديالي، عندي الخضيره درتها من الفوق باش كتجي الوجبه كامله متكامله. ما درتش الدنجال، انا درت الفلفله، عندي الفلفله حمراء، ودرت شويه الفرماج من الفوق. بغيتو ديروا الفرماج ديروا، ما بغيتوش بلاش. راه كتجي لذيذه وكتشبع وصحيه ومزيانه حتى الناس اللي دايرين الحميه ديال الكيتو، وغنيه بالبروتينات. صحه وراحه، كتجي لذيذه، جربوها. ومن الافضل تاكلوها سخونه، ما تخلوهاش تتبرد. بالنسبه للوصفه الفكره الثالثه والمطربه ما بقاش عقل. المهم هذه هي الصغبه اللي قلت لكم ديال الملفوف الاحمر ولا سميتو البنفسجي. كناخذ هنا غنكتب لكم الكميه بالضبط. غناخذ الملفوف وغنقطعوه وغنغسلوه، غناخذ البطاطا وغناخذ البصله. صافي هادشي اللي فيها. الملفوف الاحمر كيف ما قلت لكم عنده فوائد كثيره. كنت تعرفوا القيمه الغذائيه الجباره والخارقه اللي فيه، ما بقيتوش غتختاروا داك الخضر، حيت هذا فيه كميه الفوائد اللي فيه اكثر من داك اللي في الخضر. انا ديما مبقاش كيخطاني انا الملفوف، اما على شكل مخمر، راه حاطه الفيديو ديال الملفوف مخمر او صوبه او في الشلاضه. وهذا النوع ديال الملفوف هو اللي خاصكم تولوا تختاروا، حيت فيه الفيتامين سي. فيه واحد الكميه كثيره ديال الفيتامين سي، من 800 غرام حتى 1000 غرام ديال الفيتامين سي. اكثر من 10 المرات اكثر في داك اكثر من الفيتامين سي اللي في الخضر. هو اكثر الاغذيه اللي قلت لكم غنيه بالفيتامين سي، وكيقوي المناعه. كتعرفوا الفيتامين سي كيقوي المناعه، كيحارب جميع انواع الالتهابات، كيحارب الخلايا السرطانيه، وكيقي من السرطان. الله ينجينا ونجيكم منه. غني بمضادات الاكسده، داكشي علاش فيه هاد اللون هكا، هاد اللون بنفسجي، حيت غني بمضادات الاكسده. غني بالفيتامين ا، وكتعرفوا الفيتامين ا مزيان للبشره والنضاره ديالها والصفاء ديال البشره. هنايا زدت عليه حليب، وغنزيد حتى الماء. حليب اما عادي اما نباتي. صافي ملي قطعت داكشي كله صافي غنزيد عليهم مليحه صافي، وغنخليه يطيب ساهله ماله. وكذلك فيه الفيتامين ك اللي مهم للقلب والهشاشه ديال العظام، وكاينه ومزيان حتى للنساء لانه كينظف الجسم ديال المراه من جميع الاستروجينات اللي الزائده في الجسم. انا خديت زدت عليه الحامض لان كيف ما كتعرفوا باش كيبقى اللون شاد ديال باش كتجي ديك الصوبه في اللون، هذا اللون بنفسجي. وكيف ما كنت كنقول لكم هذا الملفوف غذاء خارق للنساء اللي كتعاني من تليف في الرحم والام الدوره الشهريه وتكيس المبايض، واي حاله كيكون فيها الاستروجين زايد عند المراه. مزيان ليها تاخذ هذا الملفوف الاحمر او البنفسجي، دخلوه في التغذيه ديالكم، راه مهم جدا. غير الناس بالنسبه للناس اللي عندها مشكل ديال القولون، او اللي عندها خمول في الغده الدرقيه، تجنبوا حتى يتشافى، ولا تدخلوه في التغذيه ديالكم.
صافي هنا من بعد ما طابت طحنتها وزوقتها كيف ما كتشوفوا بهذاك السمسم والحبوب وشويه زيت البلديه من الفوق. بالنسبه للوصفه الرابعه اللي هي عباره عن الكريب غير بالبطاطا، انا اختاريت البطاطا، هاد البطاطا الحلوه، نتوما تقدروا تختاروا البطاطا العاديه حتى هي كتجي بها رائعه. في عوض الخبز كندير البطاطا، كنقطعها نقشرها ونقطعها رقيقه، دواور رقيقه. خاص تكون بطاطا كبيره باش يجيوك هاد الدواور شويه كبار رقيقه، ولا عندكم ديك الحكاكه اللي كتخرج دواور هذيك مزيان من الاحسن. انا عندي ولكن خسرات ليا، درتو غير بالموس بحال هكا. كتقطعوه يكون رقيق كيف ما كتشوفوا صافي، وكتفرشوه بهذه الطريقه، كتصفوه بهذه الطريقه يكون مقارب مع بعضياته. انايا اختاريت البطاطا الحمراء هذه الحلوه، كتعرفوا الفوائد ديالها راكم عارفينها كاملين. انا كتعجبني بزاف، وهذه هي الوقيته ديالها، كنستعملها بزاف في الوصفات، في الصوبات، كنعوض بها الخبز، كتجي لذيذه بزاف. صافي هنايا من بعد ما فرشتو رشيت عليه شي شويه د الزيت، وغندير فوق منه الفرomage. نتوما ديروا اي نوع الفرomage، بارميزون ولا هذا النوع ولا الموتزاريلا ولا اي فرomage بحال هكا، تفرتيه من الفوق. هنايا درت بجوج، درت البارميزون، درت هذا. نتوما اي فرomage راه ملي كطيب كتجي على هذا الشكل، كندخلها للفران وكطيب كتجي على هذا الشكل، كتولي بحال الورقه كامله، كتولي بحال الورقه صافي. هذه هي هنايا اما كتقلبي كنقلبها ولا كنخليها على هذا الوجه. انا ما قلبتهاش، خليتها على داك الوجه ديال الفرomage. تقدروا تقلبوها راه كتجي حتى زوينه مقلوبه. هنايا غنعمرها باش ما حبيتو. انايا درت عندي هنايا لافوكا، غندير فوق منها الخوص، الشلاضه، اي حاجه بغيتوها تعمروها بها، بحال كيف ما درتو، بحال غديروا ساندويتش. هنايا عندي الكفته ديال الدجاج كطيبتها في الغدا، بقات ليا وبقاو ليا هذوك الجوج عمرتهم بهم صافي، وقسمتها على جوج. هذه ديال جوج الاشخاص، راه كتشبع بزاف بزاف وغنيه حتى بالفيتامينات وفوائد. كنتمنى هذه الوصفه حتى تكون عجباتكم، وكنتمنىكم تجربوها. كيف ما قلت لكم تقدروا تجربوها بالبطاطا العاديه، راه كتجي رائعه وكتشبع، وكفكره للعشاء. منها صحيه، ومنها انها بالنسبه للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن منها مفيده لهم. كنتمنى تكون عجباتكم، راه كتجي لذيذه بزاف. وندوزوا للوصفه الاخيره اللي هي عباره عن فطائر حتى هي غنيه بالبروتينات، كفكره للعشاء. تقدروا تاكلوهم غير بوحدهم، انا كليتهم غير بوحدهم بلا ما دوزهم، لانهم فيهم كل شيء، فيهم الالياف، فيهم البروتينات، فيهم الدهون الصحيه. هنا خديت بيضه، غنزيد عليها كاس ديال الحليب، اي نوع ديال الحليب عندكم سواء نباتي او العادي، وغناخذ 3 المعالق كبار ديال اليوغورت. هاد اليوغورت انايا راه حاطه لكم الفيديو، كنصاوبو غير في الدار، ما بقيتش كنشري اليوغورت، وليت كنصاوبو غير في الدار. كيجي صحي وكيجي ما فيش ديك الحموضيه او ديك البنه ديال، كيجي ما عرفتش كيفاش نوصف لكم، كيجي بنين وكتستعمليه في جميع الوصفات. هنا زيت شويه البزار صافي. هذه هي الخلطه الاولى، وكنحرك كل شيء حتى كيتجانس. بالنسبه للنواشف كناخذ الشوفان، هنا خديت كاس ديال الشوفان طحنته. غنزيد عليه شويه ديال الخميره، الملح، وغنزيد عليه البهارات اللي عندكم، اي بهارات عندكم كتفضلوها نتوما كتضيفوها. انا هنا التحميره درت هذا، كنسى عليا سميتو هاد الزمر، مشيت كنقلب على سميتو الزعتر، الخميره، حبه السوداء. صافي كنخلط هاد الشيء تاع النواشف، كنخلطهم وكنضيفهم على هذاك الشيء اللي خلط في الاول، الحليب والبيض. من بعد غنزيد عليهم الخضره، اي خضره عندكم موجوده. هنايا انا عندي فلفله، شويه الفلفله الحمراء، غنزيد عليهم خيز محكوك، هذا التبش او الربيع اللي عندكم، الربيع حتى هو،
اي خضره عندكم، قرعه، اي حاجه عندكم، قطعوها طريفات صغيورين ولا حكوها وضيفوها هنا زيت الزيتون باش كيجي بنين. هذوك الفطائر كيجيو بنان وكيجيو فيهم العناصر الغذائيه كلها. وزدت عليهم الموتزاريلا حتى هي محكوكه. صافي وغنخلط الخليط كامل. انا بغيتهم هاد الفطائر يكون فيهم جميع العناصر الغذائيه، فيهم دهون صحيه اللي هي الزيتون، فيهم البروتينات اللي هي البيض والفرماج. الشوفان حتى هو فيه بروتينات، فيه الالياف اللي هي كاينه في الخضره. صافي تقدروا تزيدوا عليهم حتى شي حبوب بغيتوها. انا زدت عليهم الحبوب اللي هي عباره عن دهون صحيه اللي هي حبه حبه سوداء. خديت هنايا مقله، غنسخنها مزيان غنمسحها بزويت الزويته وغنضيف عليها الخليط. هنا درت جوج، درت مقله صغيره على قد كف الايد، ودرت هذيك شويه كبيره باش نوريكم. تقدروا ديروهم على شكل كريب رقاق بزاف، وتقدروا ديروهم على شكل فطائر تكون شويه غليظه شويه. نسيت ما قلتش لكم، ملي تخلطوا الخليط تخلوه يرتاح واحد 10 دقائق بما داك الشوفان شرب السوائل. ولا جاكم الخليط ثقيل بزاف زيدوا عليه شي شويه الحليب، ما بين 3 حتى 4 المعالق ديال الحليب. هنايا كيف ما كتشوفوا كديروها على عافيه مهيله وكتغطوها وكتخلوها طيب على الماء على خاطرها باش ما تجيش خضره من الداخل. هاد الكميه دارت لي 4 من هاد الصغيورين وحده كبيره، على حسب نتوما كيف بغيتوها، واش بغيتوها غليظه ولا بغيتوها رقيقه. كيف ما عرفتوا كيجي لذيذ بزاف وتقدروا تاكلوه غير هكاك بوحدو او تضيفوا ليه اضافات اخرين. تاكلوا مع شلاضه مثلا، هنا هما موجودين كيجيو لذاذ ومحمرين. من الاحسن يتكلاو سخان، راه كيجيو بنان بزاف ويبقاو حتى الغد الليل تقدروا تسخنوهم كيبقاو زوينين. كنتمنى هاد الوصفات يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. مع السلامه.